السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متتبعي حلويات مريم، الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون عباره على مربى ديال المنظرين او مربى ديال البرتقال، كل واحد كيفاش غادي يبغي يسميه. كيجي رائع جدا، كنوجدوه هكايا وكنحتفظوا به. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو المربى ان شاء الله اللي غادي نتقاسم معكم. كيجي شي حاجه اللي زوينه بزاف، شي حاجه اللي كنكونوا موجدينها في الدار، عارفين شنو عاملين فيها. مرحبا بكم. باش هكا تعرفوا معايا المكونات والطريقه ديال التحضير ما فيها، بس انني نذكركم الا كنتيو مازال ما مشتركينش معايا في القناه، ما تبخلوش عليا بانكم تشتركوا معايا في القناه، وذلك بضغطكم على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو. ايضا تفعيلكم زر ديال الجرس، هكذا دائما غتوصلوا معايا بجديد القناه. وايضا ما تبخلوش عليا بلايكات ديالكم، التشجيعات ديالكم، بارطاج ديال الفيديو مع احبابكم وصحابكم، وايضا في مواقعكم التواصليه. هنايا عندي كيلو ديال المنظارين على هذا الشكل هذا، غادي ناخذه كنكونوا مغاسلينه ومضفينه هكا مزيان. غادي نحاول انني نقشرو على هذا الشكل هذا، يعني غادي نزول ليه هذيك القشره ديالو، وايضا غادي نزول ليه كاع هذوك الخيوط اللي كيكونوا فيه. يعني غادي نحاول انني نزول هكايا الماكسيموم ديال هذوك الخيوط اللي تيكونوا فيه على هاد الطريقه هذه كيف ما هو موضح قدامكم. فكنبقى هكا كنزول ليه هذوك الخويطات، وايضا فاش كنفتحو يعني هكا كنحاول انني نشوف واش فيه هكايا شي حاجه على العظومه هكايا الا كاينين فيه كنزولهم. صافي هانتوما شوفوا معايا، يعني كنحاول انني نحيد منه هذوك الخويطات ما امكن، هذوك الخيوط البيضين. يعني كنحاول هكا انني نزولهم ما امكن، وكنحاول انني نفحصها هكايا نشوف واش فيها يعني هذاك الخيوط او العظومه. وصافي هكايا مهم ملي كنتاكد منها كنرجع كنزلها. صافي هنا غادي نكمل هكايا نقشر الكميه اللي عندي كامله بحال اللي قلت لكم، وغادي نزول ليها هذوك الخويطات البيضين، وغادي ايضا نقلبها واش فيها شي عظومه ونحيد ليها حتى دوك الخويطات البيضاء اللي كيكونوا لداخل، ونرجع معكم. وما فيها بس انني نذكركم انكم يعني هكايا تخليوا لي تعاليقكم الرائعه، وايضا تخليوا لي البصمه ديالتكم. مرحبا بكم مره اخرى عندي في القناه. صافي كنستمر على هذا الشكل هذا بحال كيف ما كتشوفوا معايا، كنحيد ليه كاع هذوك الخيوط اللي كيكونوا فيها كامل الخارج، وايضا كنتاكد ان ما فيش العظومه هكايا في الداخل ديالو. صافي هنايا غادي نكمل هكايا نقيه، غادي نكمل نقي الكميه اللي عندي كامله ونرجع معكم. خليكم معايا، ودائما كيف ما قلت لكم يعني ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم. مباشره بعد ما غادي نقيه، هنا غادي ناخذ الميكسور هكا وغادي نطحنو. ممكن ديروه في الطحانه، ممكن ديروه هكايا بالبغا، المهم كيف ما بغيتو. صافي هنايا من بعد ما كنطحنو، انا هنا كنت صفيته في الصفايه ماشي رقيقه صراحه، هكايا عريضه. بالنسبه للكيلو ديال المنظارين انا هنايا نقصت الكميه ديال السكر. فانا بالنسبه للكيلو ديال المنظارين درت ليه 300 غرام ديال السكر. يعني نتوما يا الا كتبغيو هكا المربى ديالكم يكون حلو، يعني بحال هذاك اللي كتشريو من على برا، فغادي كيلو ديال المنظارين غديروا ليه نصف كيلو ديال السكر. كنوضعوا في الاول هكا على عافيه اللي كتكون يعني النار كتكون مجهده حتى كطلع ليا فيه هكا الغليه، وكنشوفوا هكا بدا كيغلى. كنخليه يغلى واحد 5 ديال الدقائق، ومن بعد كنقص عليه النار لاقصى درجه وكنخليه يطيب على المهل. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا هنا راه بدا كيغلى، كنقص ليه النار وغادي نخليه هكا حتى غادي يبان ليا هكا بدا كيعقد، وحتى داك الرغاوي كتبدا هكا كتقبط راسها. صافي هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا في هذه المرحله كنبدا نزول هذيك الرغاوي من بعد ما كتقبط راسها. غادي نبدا هكا كنزول فيها، فهاد الرغوه هذه هي اللي كتخلي المربى ديالنا من بعد كيفسد. فكنزولوها باش هكا كنتحصلوا على واحد المربى اللي كيبقى معنا مده طويله وكيبقى هكا صالح للاستعمال. صافي انا غادي نخليه هكا كيف ما كتلاحظوا معايا، يعني على هذا الشكل هذا غادي نبقى هكا كنصفي فيه. كنحيد هذيك الرغوه على هذا الشكل هذا، او هذاك الريم اللي كيطلع في الوجه ديال المربى ديالي. وهو بطبيعه الحال على عافيه مهيله باش هكا كتبقى يعني هذيك حتى ديك الرغاوي يعني كتعقد، يعني كتبقى لي هذيك الرغاوي اللي ما كتحيدش. شوفوا معايا هنايا هو مازال باقي هكا، خصو يزيد واحد شويه. هنايا كنبقى هكا كنقلبو، ومره هكا كناخذ واحد شويه كنديرو في واحد الصحن وكنحطو في المجمد غير واحد دقيقه ولا زوج باش كنشوف بانه يعني بدا كيوجد ليا. هنايا قبل ما تنطفي على المربى ديالي يعني بواحد 5 ديال الدقائق حتى 10 ديال الدقائق كنضيف ليه نصف كاس ديال عصير ديال الليمون الحامض، يعني البرتقال الحامض او الليمون الحامض. كنضيف له هكا واحد شويه وكنخليه كيغلى هكا وكيعاود فيه باش هكا كنتحصلوا عليه بحال هذاك اللي كنشريو من على برا. صافي هنايا هانتوما شوفوا معايا راه كيعقد وكيولي خاطر وكيولي زوين، وهو راه كل ما برد كل ما كيزيد يعقد. صافي هنا غادي نخليه نطفي عليه النار ونخليه جانبا حتى لين كيبرد ليا مزيان. غادي نديرو في علبه ونرجع معكم ان شاء الله. انا بالنسبه للمربى فما كنفضلش انني يعني كنفضل انني نحتفظ به في المجمد، يعني كنعملو في علب بلاستيكيه وكنحتفظ به في المجمد، فهو راه ما كيجمدش كيبقى معسل.
وهكايا الوقيته اللي كنبغي كل مره هكا كنجبد الكميه اللي غادي تكفاني هكا لواحد الاسبوع صافي، وكنحتفظ بها. انا هنايا تقاسمت معكم غير كيلو، هانتوما كتشوفوا معايا القوام ديالو كيفاش كيجي، اما انايا راه كنحضر كميه اكبر وكنحتفظ بها. مرحبا بكم مره اخرى عندي في القناه، ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم. الى هنا ان شاء الله غنكون وصلت معكم للنهايه ديال الفيديو. دمتم في امان الله والى الملتقى.